عارف الإحساس ده لمّا تكون قاعد في مكان لوحدك وفجأة تشم ريحة برفان حد مش موجود، أو ريحة أكل ما لوش أي أثر في المكان، وتفضل تسأل نفسك أنا مجنون والّا إيه؟ إيه الريحة دي جاية منين؟ اللي بيحصل ده مش سحر، ولا ريحة الأكل دي من شبح قاعد يطبخ، الموضوع ليه تفسير علمي. يلا بينا. حاسة الشم مش شغالة لوحدها، المخ هو اللي بيفسر الروايح وأحيانًا بيحصل error في النظام، بمعنى إن المخ بيخلق إحساس بشم ريحة مش موجودة فعلًا، والظاهرة دي اسمها الهلوسة الشمية. الروائح ليها ارتباط قوي جدًا بالذكريات والمشاعر، ممكن مخك يتذكر ريحة معينة زي عطر شخص بتحبه أو أكلة جدتك، يخليك تحس إنك فعلًا شميتها. يعني ممكن تكون الريحة مش حقيقية لكنها محفزة جوه دماغك. أحيانًا التهاب جيوب الأنفية أو وجود مشكلة في الأنف فيدّيك إحساس إن في ريحة غريبة، تحس إن حاسة الشم حصل فيها مشكلة كبيرة. مع إنها مش موجودة أصلًا. ولمّا تكون مرهق جدًا أو مش نايم كويس أو حتى قلقان، مخك ممكن يشتغل بشكل غير دقيق ويخترع لك ريحة من العدم. يعني لو شميت ريحة غريبة بعد يوم طويل، حاول تسأل نفسك أنا نمت كويس والّا إيه الكلام؟ ولو الريحة دي بتتكرر بشكل مستمر أو دايمًا بتشم حاجة غريبة زي ريحة حريق، دخان، والحاجات دي مش موجودة، ساعتها لازم تزور طبيب، لأن أحيانًا المشاكل العصبية ممكن تسبب نوع من أنواع الهلوسة. المرة الجاية لما تشم ريحة مش موجودة ما تقلقش، أنت مش مجنون، غالبًا مخك بيهزر معاك شوية. بس لو الريحة دي اللي أنت بتشمها ريحة محشي فراجع نفسك بقى، شكلك جعان. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة. سلامات.